خد يا عم الحاج، خد لفه يا ريس. بكام؟ عايزين ها؟ انا بقول لك هنا التخطيط واخد راحته شويه. عمار يا استراليا، بعيش اللحظه لاول مره معاكم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير، ايه الاخبار؟ النهارده في تاني جوله من المدينه اللي اول ما تنزلها هتحبها، مدينه ميلبورن. تعالوا بقى ناخدكم في جوله النهارده ونشوف احنا ممكن نعمل مع بعض ايه، نكتشف ايه. شايفين اكتشفوا الايه المنطقه حواليا اهي. بصراحه يعني اجواء رائعه جدا. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده في الجوله بتاعتنا، هنكتشف مع بعض. انا دايما بتعمد يا جماعه ان انا يعني اصور في المكان لاول مره، علشان يعني لو هناخد الضربه ناخدها كلنا مره واحده يعني. فتعالوا نكتشف مع بعض كده. شيل وشك بقى، حاضر. ما تنساش بقى تعمل لايك، اشتراك، تعليق، اوعى اوعى تنسى. يلا بينا، توكلنا على الله. تعالى اوريكم المكان الاول حوالين المكان الجميل اللي انا واقف فيه ده. تمام، ده المفروض ان هو السي بي دي يعني. فتعالوا بقى ايه نكتشف مع بعض. اين انت يا شنطتي؟ هيا بنا يا رجال، فلنكتشف سويا. المشكلة ان انا المفروض يعني ان انا اركب اتوبيس. مش عارف ليه انا مش واخد بالي من القطر يعني. في سيدني المواصلات بصراحة جامدة 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 يعني. يعني ما بتحتاجش تركب اي تاكسي خالص، الا لو انت بقى مكسل او ما تعرفش او بتنزل اول مرة زي حالاتي انا. دايما دي نصيحة يعني، عايزين تاخدوا بيها خدوا، مش عايزين براحتكم يعني. دايما دايما اول ما بنزل اي مكان جديد بحاول اختار اي طياره فوق اهي، شايفينها؟ طياره طياره الطياره. يعني وانا بتكلم على المترو فلقيت المترو فوق اهو. تمام، يعني في مترو والدنيا زي الفل. طب ليه في جوجل ماب ما بيجيش يعني؟ ها، اعلن. المهم يعني ان دايما اول مره انا بختار اسهل وسيله مواصلات ليا، وغالبا هي بتبقى اوبر. بعد كده لما بهدى كده واستقر ببدا ايه اختار بقى ايه ابدا بقى خلاص ارجع بقى ونركب مواصلات ونشوف. ويقول لك مثلا تمشي من المحطه دي للمحطه دي 10 دقايق، اقول له مفيش مشكله يا باشا، نمشي حتى ربع ساعه، احنا ما عندناش اي مشكله خالص يعني. ف ولكن في ناس تانية بتحب تبحث يعني وبتشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني. طبعا لو معاك الاولاد، لو معاك المدام بالذات يعني، هي اللي هتنكشك بقى. هتلاقي المواصلات ولا هتبقى ماسكه هي اللي هتبقى ماسكه الماب، وهتعرف ده هيطلع منين وفين وازاي. لكن لو انت لوحدك في اول مره وكسول زي حالاتي كده ه... هتستسهل يعني. بس بعد كده خلاص يعني انا لما جيت ميلبورن جيت ركبت عادي اتوبيس، ما يعني ما فكرتش حتى في اوبر ولا تاكسي ولا اي حاجه. طبعا هو في نقطه هنا برضو انا عايز اقولها، ان يا جماعه دي ارزاق. تمام، يعني ربنا لما خلاك تاخد قرار انك تركب اوبر، ده مش عشان انت لا سمح الله يعني مبذر او مسرف. هو يعني انت توجهت لكده عشان ربنا يجعلك سبب في رزق حد تاني، لان في حد تاني مستني بعربيه، وممكن تكون انت الشخص ده في يوم من الايام يعني. بس يعني فلا ده غلط ولا ده غلط، واحنا عمالين نهبط في اي كلام في اي كلام. ادينا دلوقتي بندخل بقى في الايه، في عمق السي بي دي. خدوا لكم نظره اخيره كده قبل ما ايه، ما ندخل في قبل ما ندخل في الشوارع الداخليه يعني. ف يلا بينا، تعالوا نشوف بقى ممكن نكتشف ايه بعد كده. ف... ندخل بقى في مشاة كده
حلوه قوي المشاهده. ميزه ميلبورن عن سيدني بصراحه، يعني حتى الان انا بالنسبه لي، عشان بس ما حدش يدخل يقول لي انت كلامك صح او غلط، انا بتكلم من وجهه نظر انا بالنسبه لي في الاماكن التي لا تتعدى النص في المية من اللي انا مشيت فيها. هنا التخطيط تمام، بما ان انا خلفيه تخطيط مدن، فانا بقول لك هنا التخطيط واخد راحته شويه، يعني كل حاجه واخده حقها. لو في مشاة واخد حقه، الشوارع واخده حقها، الترعه اللي جنبنا دي واخده حقها المركب اللي ماشي ده والله العظيم بيفكرني بنهر النيل عندنا. يعني تخيل كده لو احنا في مصر في نهر النيل كده، وتبقى المباني بالشكل ده كده، يا سلام على الروقان. هتبقى حاجه هتبقى حاجه جامده جدا بصراحه يعني. فال كان في هنا بقى الشركات بقى، ده شكله كده سي بي دي وسنت والبيزنس بارك بتاع ميلبورن يعني. وهنا طبعا في كافيهات. وايه تاني، احنا لو قعدنا نكتشف في المكان هنا هنقعد كتير ما شاء الله. ف ناس قاعده فوق اهي. طبعا هنا في ناس شغاله. هنا يا جماعه بيعملوا كل حاجه فعليا باتقان. وهنا جينا مع جينا، انت لما تبقى موجود هتعمل زيهم، لان انت يعني لقد وجدنا اسلاما بلا مسلمين، نحن نرى ذلك الان. الله المستعان. لا، صوت العصافير حواليك بصوصو، وام النورس اللي عرفنا في كل اللي عرفنا في كل مكان ده. رجاله المونتاج ابسطوا افرحوا، مفيش حد ماشي في الشارع كتير، فمش هتعملوا بلور كتير. يلا، بس انا برضو عايز اروح في مكان فيه زحمه. ما هو انتوا حظكم بقى ان انا ماشي في وقت المفروض ان هم شغالين فيه دلوقتي يعني. فما دام هم شغالين دلوقتي يبقى ايه، هتلاقي الحركه قليله. شايفين اللاندسكيب ده؟ تخيل كده انت تيجي كده ايه، كوبايه الشاي بتاعتك وتقعد تشرب هنا بقى، تشرب كوبايه الشاي، تيجي انت وزوجتك بس مش حد تاني يعني وها هنا ننطلق في هذا الشارع الجميل ذات التبليطات الجميلة والناس الرايقة. طبعا هنا انت يعني بطريقة او باخرى هتحس انك في شرق اسيا يعني. ف ودي ميزة استراليا، يعني ان التنوع فيها كويس يعني. ما ابعد كده عشان ايه، نخفف الدنيا على جماعة المونتاج عشان يقعدوا يعملوا بلور براحتهم بقى. طول ما احنا ماشيين بقى انا مش عارف اوصل لفين. انا دني امشي لغايه ايه ادني دي؟ هي ادني دي عندنا في الشرقيه ولا هي في مصر كلها ولا ايه؟ قولوا لي يا جدعان في التعليقات ادني دي يعني ايه؟ هل عندك في المحافظه بتاعتك في مصر بيقولوا ادني؟ ها؟ ولا انا هقعد ماشي؟ طب انت يعني ايه تقعد ماشي دي برضه؟ يعني انا هقعد وماشي الاثنين مع بعض. والله في حاجات كده توارثناها لا نعلم عنها شيء غير ان احنا بنكررها خلاص، بس احنا فاهمينها بالاحساس فبنقعد نهبط فيها يعني. فانا ساظل ماشيا في هذا الممشى الجميل ذات الطابع المعماري. مشهد بصري فعلا، بشوف هنا بالفعل، بشوف فعلا تحسين المشهد البصر بس بجد بقى، مش ال 3 دي اللي احنا بنعمله. مش عارف، انا شكلي كده قريب هشتغل هنفتح قناه بقى للعماره زي الاخ احمد المعماري كده، وهنا المباني هتساعدنا. فانا وانا ذات خلفيه معماريه، فيعني ايه، هيبقى كله دخل على. تخيلوا يا جدعان حاطين سماعات تحت الكوبريت، تمام اهو يا جماعه، عشان الناس اللي زعلانه من مصر بتعمل كافيهات تحت الكباري ومتضايقين، اهو عاملين كافيهات تحت الكباري اهو، ومشاة كمان تحت الكباري
ومستغلين كل حته. طبعا هيجي حد يقول لي بس المرور هناك غير هنا. ده حقيقي، انا مصدقك تمام، بس انا عايز اقول لك ان هم عادي في يعني الدول العالم الاول مستغلين كل حاجه تحت الكباري. بس طبعا اكيد اللاندسكيب غير، واكيد الترتيبه غير. شايفين الطياره اللي هناك دي؟ انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، بس منظر جامد بصراحه. تعالوا، مش عارف انا هعرف اجيبها ولا لا. يعني تخيل كده انت تبقى ماشي وتلاقي ايه، تلاقي تاكسي طياره مثلا، ولا ده ايه، انا مش عارف. تعرف انتوا شايفينها ولا لا؟ وهل الطياره اذا ينفع الطياره تستناني لما اجيلك؟ استني يا حاج. طب تعالوا نروح كده هناك، تعالى نمشي من على الكوبري، تعالوا كده ونشوف نكتشفها مع بعض. زي ما قلت لكم ان اجمل حاجه في الموضوع ان انا بعيش اللحظه لاول مره معاكم يعني. فبصراحه ده شيء بيسعدني جدا جدا يعني. م- م- وعلى فكره انا بوثق حتى الفيديوهات ديت علشان انا يعني مستقبلا لو توقفت ابقى ارجع اتفرج عليها. طبعا قولوا لي ما تتوقفش، بس عادي، دوام الحال من المحال يعني. احنا بنعمل الموضوع فور فن يعني. فالطياره هناك اهي، مش عارف هتبقى ظاهره معاك ولا لا. مبنى الاذاعه والتلفزيون بتاعنا هناك اهو. يلا، بيقولوا لي يا جدعان انتوا عايزين الفيديوهات طويله، يعني قولوا له يعني عايزين 15 دقيقه، 10 دقائق، 8 دقائق، 5 دقائق، علشان ما نقعدش بس ان ايه، ن- نهري يعني. اه، شوفوا بقى، تمتعوا بهذا المنظر الجميل. يلا بينا. تقف كده على الكوبري كانك واقف على النيل. حتى المبنى اللي هناك الدائري ده شويه مدي على مبنى الاذاعه والتلفزيون، حاجه سيكه يعني. فلو تحس انك واقف على النيل. والطياره واقفه هناك اهي، طياره هليكوبتر. تعالوا نروح تعالوا نشوفها مع بعض كده. هيا بنا يا رجال. فل لقد تقوقعنا في البخ. لقد الميزه هنا ان انا لقيت مطاعم مندي، بس للاسف طلبت منها مرتين و... وللاسف كنسلوا الطلب، معرفش ليه. هل عشان هم بعيد عني ولا لا؟ والله انا ما اعرف. اللي انا اعرفه ان انا مشيت بقالي كتير دلوقتي، بتاع 13 دقيقه اهو، و... وانا مش عايز افصل. ها، بس ممكن كمان شويه اول ما نوصل الطياره. يا الطياره بتطير، يا نهار ابيض، الطياره بتطير يا جدعان. ها، ف مش عارف اذا كنا هنوصل لها ولا لا. استنى يا حاج، خد يا حاج، anyway. خد يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى. الله 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 الله، اجري يا ولا، اجري يا ولا، وريهم الطياره يا ولد، وريهم الطياره يا ولا. ايه، الطياره، 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 الطياره. انتوا شايفينها ولا مش شايفينها يا رجاله؟ خد يا عم الحاج، خد لفه يا ريس. بكام يا برنس؟ طياره بكام يا ريس؟ خد اقول لك. شايفين يا جدعان الطياره؟ انها حقا طائره عظيمه. المفروض ان هي ايه، تبدا تطلع بقى. ف ما اعرفش بقى، هما دي بتبقى بتاخد جولات ولا ايه بالظبط؟ انا ما اعرفش بصراحه. هي بتطلع ايه اهي يا جماعه، الطائره العظيمه. شايفينها؟ يا سلام، عمار يا استراليا، عمار يا استراليا. مش هقول غير كده بصراحه. عمار يا استراليا. وده المهبط بتاعها.
ف يعني I appreciate that يعني. الناس هنا بقى في الايه، تيجي انت ايه عايز تريح شويه زي ما احنا المفروض هنريح، تلاقي بقى الايه اللاندسكيب. تمام. ف في كل مكان، في كل مكان هتلاقي فيه الخضر. طبعا ملبورن كما يقال، وده حقيقة انا شفتها، شوية حر شوية برد، فعندي الجيوب الأنفية بصراحة مظبطاني. هذا اقول لك ايه، ملبورن هيلي بورت. تمام. ف حلو زي الفل، عظيم جدا. تعالوا بقى نطلع من الكوبري اللي هناك ده. المشكلة انا خايف البس الجاكيت فاتحر، فاجي البسه تاني ف فبرد. بس تعالوا نروح على مبنى الاذاعه التلفزيون ده. انا طبعا بهزر يعني. كراون بلازا. ماشي يا عم. بقول لك ايه، شوف يا اخي، يعني شايف بيقول لك واتش يور ستيب، بس الموضوع ما مش محتاج. خلي بالك يا ريس. ف ناس شغاله ايش، انهم يعملون يا رجال. هيا بنا. يا نهار ابيض، انا هقعد كل جوله كده اخد فيها نص ساعه؟ لا هنتعب والناس هتتعب معانا. فخلينا خلينا نعمل جوله تانية، بس انا بقى ايه هريح شويه يعني، واوريكم وشي بقى عشان ننهي وهنا ننتهي في جولتنا او جولتنا اليوم، والى ان نلتقي في جوله اخرى ايها الاصدقاء. اشوفكم على خير. السلام عليكم.